وصفة من القلب لأحلى ست. لو بتحبي تعملي الأكل بطريقتك دي صفحتك. مستعدة نبدأ الوصفة؟ يلا نطبخ بجد بس على كيفك. تعالوا نعمل مع بعض الفتة. طبق الفتة طبق مصري أصيل، سهل وبسيط، كمان بيتقدم مش بس في عيد الأضحى، ده في العزومات والعقيقة. بس قبل ما نبدأ تعالوا أقول لكم على من تجربتي يعني على أنواع القطعيات اللحمة. قطعية اللحمة اللي بتدينا شوربة حلوة، أول حاجة الرقبة، ظهر الفخدة، والموزة. أنا النهاردة هعمل معاكم الموزة. تعالوا نبدأ مع بعض بسلق اللحمة. هحط معلقة زيت، بعد كده هنحط اللحمة، بس لازم تكون الحلة سخنة كويس جدا. أنا هنا بعمل في حلة الضغط عشان الوقت ضيق معايا، بس طبعا ممكن نسلقها في حلة عادية برضو. هشوح اللحمة كويس جدا واديها صدمة من كل اتجاهات عشان اللحمة تتشمع كويس جدا. بعد كده هحط فصين حبهان واشوحهم عشان ريحتهم وطعمهم ينزلوا في الشوربة، ونحط فلفل مجروش او حصى علشان ما يغيرش طعم لون الشوربة. بعد كده هنزل ببوكيه جرنيه، طماطم وبصل وجزر. نزلت بعدها بمية مغلية مش من الحنفية، بس كده. هقفل بقى الحلة. بقى الخطوة اللي بعد كده، تاني خطوة بنعملها في الفتة، هي الرز. معلقة سمنة كبيرة، معلقة زيت عشان الرز يبقى مفلفل وجميل. 4 كوبايات رز مغسولين ومتصفين كويس جدا. هنشوح بقى الرز كويس جدا. الخطوة دي مهمة علشان خاطر لازم الرز يكون متشمع. انا هنا حطيت فصين حبهان، والملح لما بحطه مع الرز وهو بيتشوح بيخليه مفلفل. والخطوة دي اختياري. ربع مكعب ماجي، ربع مكعب مرقة دجاج، بدوبه كويس. خطوة تشويح الرز، لازم كل رزاية تتغلف بالمادة الدهنية كويس جدا علشان يطلع رز مفلفل. انا هنا بحط المية، بس مش بحط مقدار المية كله، بسيب لما الرز يدخل في السوا قد 3/4 كوباية شوربة. هنا بشوف الملح كان مظبوط. تالت خطوة بقى هنعمل مع بعض التسبيكة او الصلصة. حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة صغيرة وقد حوالي 5 فصوص توم، اشوحهم كويس جدا. احط بقى معلقة سكر حلوة علشان خاطر الحموضة، علشان خاطر الطماطم بتاعتنا مش يعني تبقى مش حمرا. بنحط دايما صلصة فلازم السكر. ونشوح الصلصة. طبعا حطينا الخل حوالي اقل من ربع كوباية خل، حوالي 4 معالق. شوحنا الثوم مع الخل مع السكر مع الصلصة، وحطينا الطماطم. بعد كده نحط الملح والفلفل. بس بسيبها بقى تتسبك على نار هادية. الخطوة اللي بعد كده هنقطع بقى العيش. طبعا عيش الفتة معروف ان هو عيش بلدي. انا لما باجي احمص العيش مش بحمصه مش بحط عليه مادة دهنية، سواء بقى احمصه في الاير فراير او في الفرن. فتحت على اللحمة كده، اللحمة استوت. طبعا قبل ما اللحمة ما تدخل في السوا بتبقى خلاص فاضلها حاجة بسيطة، 3/4 سوا. بنقوم بنحط لها الملح المظبوط عشان تتطعم بالملح. كده انا حمصت العيش. العيش اتحمص. بعد كده بجيب الطاجن اللي انا هعمل فيه الفتة.
لو تفتكروا انا هنا لما جيت حمصت العيش ما حطيتش فيه اي ماده دهنيه، فمعلقه سمنه عشان اغلف اشوح فيه العيش بعد ما اتحمص كويس جدا، واغلف العيش كويس جدا بالسمنه. بعد كده هنزل بفصين توم مفرومين، فصين بس صغيرين او فص توم كبير، اشوحهم كويس جدا مع العيش، ويعني اكون حريصه ان التوم ما ياخدش لون، يتشوح مجرد بس اشم ريحته علشان ما تحسوش بمراره في العيش. شوح بس كويس جدا علشان بعد كده الخطوه اللي جايه هنزل عليه بالشوربه. التركايه دي بتفرق في طعم الفته وبتوديها في حته تانية خالص. لو تلاحظوا هنا بقى احنا لحد دلوقتي التوم اللي اتحط في الفتة فص التوم الكبير اللي هنا و4 فصوص توم في الصلصة بس، وكلهم بنشوحهم. لو تفتكروا انا قلتلكوا الرز سايبة فيه حوالي 3/4 كوباية علشان الشوربة. دلوقتي بعد ما اتشرب حطيت عليه الشوربة وقلبته تاني. اللحمة بجيب معلقة سمنة صغيرة واحط عليها معلقتين صلصة من بتوع الفتة و... وبرش يعني بوزعهم عليه كده واحطهم في الفرن يتشمعوا مش يتحمروا عشان اللحمة ما تنشفش، مجرد بس كده. تعالوا دلوقتي مع بعض بقى نعمل الفتة. بعد ما العيش احنا هنا العيش ما مقرمش، مش طري قوي مش مبلول قوي. اوزع الرز على العيش، بعد كده احط اللحمة اللي احنا حمرناها تحت الشواية، بس ما يعني مجرد انها اتشمعت ما خدتش لون، عشان لو اللحمة اتحمرت هتلاقوا الانسجة بتاعتها ناشفة بالشكل ده كده. هوزع الصلصة، واللي عايز صلصة زيادة بحط له طبق صلصة جنب الفتة عشان اللي بيحب الصلصة زيادة. دي كده طريقة تقديم، دي كده طريقة من ضمن طرق التقديم للفتة. هوريكم طريقة تانية دي تنفع جدا في العزومات بالشكل ده كده. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم عامل ازاي. كل اللي داق من ايدي الفته يعني ما بيحسش بطعم ولا التوم ولا الخل ولا الحموضه بتاعه الصلصه اللي بنحس بيها بعد ما بناكل الفته. جربوها مش هتندموا. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، يكون الشرح سهل وبسيط. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب.